فيديو مفيد صحيا، ولكن خلينا نشوف شنو معنات ولكن. أعداء القولون العصبي: البصل، المعكرونة، المشروبات الغازية، القهوة، الحلويات، الأطعمة الحارة، الأطعمة المقلية، البقوليات، البروكولي، منتجات الألبان، الخبز. في المقابل، الأطعمة التي تريح القولون العصبي: السبانخ، لأنها تحتوي على الحديد والمغنيسيوم الذي يساعد على الاسترخاء، الموز، الذي يساعد على تنظيم حركة الأمعاء، البطيخ، لأنه غني بالسوائل التي تمنع جفاف الجسم، التفاح، يساعد على الهضم لاحتوائه على الألياف، السمك، يقلل من الالتهابات، الأفوكادو، لاحتوائه على الدهون الصحية، الحبوب الكاملة، التي تساعد على تليين البراز، الكمون، يساعد على التخلص من الانتفاخ والغازات، البطاطا الحلوة تحسن. شي أكيد هسه أنتم قلتوا لازم أنا أطبق شنو يقول هاي الشغلات. أبدا. عقب الحالة النفسية القولون ما يصحى. كل ما صارت حالتك النفسية مضبوطة، مرتاح، ما تفكر، صدق إن القولون ما يجيك لو ما أدري شنو، لو تاكلش ما تاكل. هاي سوالف الأكل سوالف تعبانة. أرجع وأقولكم الراحة النفسية هو العلاج الوحيد للقولون، غير هذا اللي حكاه ما يفيد.